السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأهلي يكتسح دوري أبطال إفريقيا ويفوز به 9 مرات من سنة 2000 حتى الآن. أقيمت 24 مرة بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، فاز منهم الأهلي فقط ب9 ألقاب، يعني ما يقارب النصف، والباقي على باقي الأندية، واكتساح أيضا لدول شمال أفريقيا. بداية سنة 2000 هارت سوفوك الغاني فاز على الترجي التونسي وحصل على اللقب. وفي 2001 الأهلي فاز على صن داونز، والزمالك حصل على اللقب في 2002 وفاز على الرجاء. انيمبا فاز على الإسماعيلي في 2003 وحصل على اللقب، وكررها في 2004 وفاز على النجم الساحلي. 2005 الأهلي على النجم الساحلي. 2006 أيضا الأهلي على النادي الصفاقسي التونسي. 2007 النجم الساحلي فاز على الأهلي. 2008 الأهلي على القطن الكاميروني. 2009 مازيمبي على هارتلاند. و2010 مازيمبي على الترجي التونسي. و2011 الترجي التونسي أيضا على الوداد البيضاوي. الأهلي 2012 2013 فاز على الترجي التونسي في 2012 وحصل على اللقب. 2013 فاز على أورلاندو. وفوق ستيف في 2014 حصل على اللقب وفاز على نادي ESC. مازيمبي في 2015 فاز على اتحاد العاصمة. 2016 صن داونز فاز على الزمالك وحصل على اللقب. 2017 الوداد البيضاوي فاز على الأهلي وحصل على اللقب. 2018 الترجي التونسي فاز على الأهلي وحصل على اللقب. 2019 أيضا فاز الترجي التونسي، بس كان المرة دي على الوداد البيضاوي. والأهلي في 2020 وفاز في المباراة بتاعت نهائي القرن اللي هي بين الأهلي والزمالك. 2021 الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في 2021. الوداد البيضاوي في 2022 على الأهلي. 2023 الأهلي على الوداد البيضاوي أيضا ورد اعتباره.